اندومي بالفراخ والخضار، يلا بينا. لما تعوز تضرب اندومي من غير ما اهلك يعملوا معاك الجلاشه اعملها بالطريقه دي، منها تستفيد وتقوي مناعتك، ومنها عملت لك اندومي بالعند فيهم، ومنها كمان شويه فراخ مع خضار يقوي مناعتك. كل المقادير اللي بتشوفوها يكفي شخص او شخصين، فهنقطع جزرتين مكعبات، عليهم بطاطسيه برده مكعبات عشان ندي عليها 2 كوسه متنضفين برده مكعبات، شويه فاصوليا خضراء لكن مش مكعبات عشان ما تنفعش. البصل نقطعه 4 عشان بعدها نجيب الفلفل الرومي يا معلم نقطعها شرايح او بالطريقه اللي تحبها. تركها من عندي ليمونه و4 واللي يقول لك تجيب المرار قول له انت اللي هتجيب لي المرار. هنولع النار على شويه ميه نغليهم في ثانيه ونحط عليهم مرق الدجاج، منها شوربه ومنها ناخد شريحتين البانيه اللي معانا نغلوه. وهتقول لي ليه سالتني ليه، فهجاوبك ليه لكن مش دلوقتي، خليك معايا يا بيه. خدناها نص غلوه لحد ما بيضت ومسكت نفسها، هنطلعها من النار. بعد ما نطلعها ونشقلبها في طبق على جنب، نجيب طبق الخضار اللي قطعناها. وما تسمعش كلام الفتاين اللي يقول لك نزل البطاطس الاول ونزل مش عارف ايه الاول عشان يستوي ويتهري وكل سمك لبن تمر هندي. قول له يا بيه بالله عليك بطل فتش. لكن خليني اقول لك اهم واحلى حاجه في شوربه الخضار ان الخضار تبقى ماسكه نفسها، ما تقطعهاش صغيره خالص قدر الامكان عشان ما تتريش منك بسرعه في التسويه. هنجيب الطاسه نحط فيها شويه زيت ونقدح فيها البصل بتاعنا، وهننزل عليها بالفلفل بتاعنا ياخد اللون. بعد كده هننزل بالبانيه اللي كنت اختصرت الوقت وقطعتها مكعبات على جنب. هننزل عليهم شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه توم بودره او مهروس، الاتنين واحد مش فارقه كتير يعني. تركها من عندي بعد كده بقى شويه حبهان عشان يحلي الكلام. بعد ما تحط خلطتك شقلب هيلا هوبا، بعد ما يتشوح اركنه على بعض يا معلم. وبعد ما تركنهم كلهم على بعض اركن الطاسه كلها على جنب عشان تجيب الحله من هناك تحطها قدام. تركها من عندي برضه انا كنت قطعت طماطم 4 بس حطيتها في الاخر زي ما انتم شايفين عشان ما تتهريش بسرعه وما تستويش قوي. تمام. اهم حاجه في الخضار زي ما قلت لكم ان القطع تبقى ماسكه نفسها وما تتهريش منك، فبالتالي ما تقطعهاش قطع صغيره خالص زياده عن اللزوم. هنرجع تاني لبهاراتنا بعد ما الشوربه خلاص قربت تستوي. هنحط شويه ملح عليها شويه فلفل اسود، هنقلبهم كلهم في بعض. كل البهارات اللي انا بحطها بكميات صغيره، عامل حسابي ان انا حاطط على الفراخ وحاطط على الشوربه. هنجيب كيس الاندومي اللي هو الملك بتاعنا، بس حاول ما تكسروش قوي، نزله واحده واحده، ما تخليهوش ان هو يتفتفت منك عشان ما يعجنش. بعد ما ينزل ويشرب ميته، بعد ما ياخد التقليبه الاخيره بتاعته، هنرفع الطاسه ونحطها على وش الشوربه. يا برنس الليالي يا برنس الليالي، قلبها بقى تقلبتين يا معلم على الهادي يا زبادي حبيب قلبي، والله ده خد قلبي وانا بعمله، ما بالكم بقى الطعم كان فعلا تحفه. المهم بعد ما خلاص تاخد التقليبه وكله يبقى تمام، تقفل النار، ترفع الحله يا برنس الليالي، ونروح عشان نعبي في الطبق الكميه اللي تكفيك، عشان لسه في تركايه اخيره. ايه هي؟ الليمونه. اعصر عليها نص ليمونه تخليك في دنيا تانيه. ارفع معلقتك بعد كده وسمي الله. مفيش كلام. مساء الزبده.